لو بتشتغل مبرمج او بتفكر تتعلم برمجة، في ناس كتير دلوقتي بتقولك بلاش، خلاص ال AI هياخد شغلك. انا عايز اقولك الحقيقة مش اللي بتسمعها من ناس خايفة، ومش اللي بتسمعها من ناس بتبيع لك كورسات. الحقيقة اللي الارقام والشركات الكبيرة بتقولها فعلا. موديلز زي الجيميناي والكلاود والشات جي بي تي والجيت هاب كوبلت كلها دلوقتي بتكتب كود وبتكتبه كويس جدا. وفعلا في شركات كبيرة زي الشوبيفاي وديولينجو قللت عدد المبرمجين بتوعها بشكل رهيب. بس في نفس الوقت الستيك اوفر فلو قال ان الطلب على المبرمجين السينيور زاد برضه بشكل رهيب، وشركات تانية بتدور على المبرمجين اكتر من اي وقت فات. طب ايه اللي بيحصل فعلا؟ وانت كمبرمج المفروض تعمل ايه؟ خلينا اكون صريح معاك، الاي اي بيعمل حاجات كانت بتاخد من المبرمج ساعات. بيكتب فانكشن جاهزة، بيعمل يونت، بيعمل تيست، بيشرح كود معقد في ثواني، وبيحول تصميم الفيجما لكود. ده مش رأيي، ده واقع. ولو حد بيقول لك غير كده هو بس مش عايز يتقبل التغيير اللي بيحصل دلوقتي. لكن في سؤال مهم، الحاجات دي اللي الاي اي بيعملها هي الجزء الصعب في شغل المبرمج. لما العميل يجي لك ويقول لك انا عايز نظام كده بس يكون بالطريقة دي، فالاي اي هنا مش موجود في الاجتماع. انت كمبرمج بتبقى قاعد مع العميل، بتحدد مشكلة العميل. لما العميل يجي لك ويقول لك انا عايز نظام زي كده بس بالطريقة دي، فهنا الاي اي مش موجود في الاجتماع. ولما السيستم بتاعك يكون بطيء وعايز او هتقرر تعمل كاشنج ولا حتى تغير الداتابيز، فهنا احنا محتاجين حد يفهم البيزنس عشان يقدر يشوف متطلبات او تحديد المشكلة. كذلك برضو لما يحصل باج غريب في البرودكشن ويحصل خسارة، كل دقيقة بتمر على الشركة بفلوس. فهنا الاي اي هيديك احتمالات وانت اللي هتقرر. الاي اي اداة قوية، بس زي ما الآلة الحاسبة ما غيرتش المحاسبين، غيرت بس الجزء الممل من شغلهم. اللي بقى مهم دلوقتي التفكير والقرارات وفهم المشكلة الحقيقية. ماكنزي عملت دراسة وقالت ان الاي اي هيأثر على 30% من المهام. وخلي بالك انا بقول لك المهام مش الوظائف كلها. في فرق كبير ما بين الاي اي هيعمل المهمة دي والاي اي هياخد الوظيفة دي. اللي بيحصل في الشركات الكبيرة ان مبرمج واحد بيستخدم الاي اي هيعمل لك شغل 3 مبرمجين ما بيستخدموش الاي اي. يعني الشركة ممكن تحتاج مبرمجين اقل، بس اللي موجودين لازم يكونوا اقوى في استخدامهم للتولز بتاعت الاي اي. وده بالظبط هيودينا لسؤال، مين اللي في خطر؟ اللي في خطر المبرمج اللي بيكتب كود وخلاص من غير ما يفكر في المنتج او العميل او المشكلة الكبيرة. طب انت المفروض تعمل ايه؟ اول حاجة اتعلم تستخدم الاي اي زي الكلاود، زي الجيت هاب كوبلت، زي الكورسر، زي الجيميناي، شات جي بي تي. كل المودلز دي ابدأ اتعلم عليهم، جربهم في شغلك الفعلي. المبرمج اللي بيستخدمهم هو اسرع ب3 اضعاف من اللي مش بيستخدم. تاني حاجة ركز على السيستم ديزاين والاركتكتشر. دي المهارات اللي الاي اي لسه ضعيف فيها وبتطلب خبرة حقيقية. تالت حاجة اتعلم تتكلم مع الناس. المبرمج اللي بيقدر يفهم متطلبات العميل ويترجمها لكود فعلي، ده اللي مش الاي اي عمره ما يحل مكانه. رابع حاجة خليك تشيب، عارف برمجة كويس في مجال واحد وعارف البيزكس في حاجات تانية زي الداتا، زي الديفوبس، زي الاي اي نفسه. واخيرا الاي اي مش عدوك، هو اقوى أداة اتعملت للمبرمجين في التاريخ. اللي هياخد مكانك مش الاي اي، هو المبرمج التاني اللي بيستخدم الاي اي وانت لا. مهنة البرمجة مش هتموت، بس هي بتتغير، وزي اي تغيير عادي في ناس هتتضر وفي ناس هتستفيد. فلو جبنا مثال كده من الواقع، شغلانة الكاشير في مصر، تلاقي ان معظم المطاعم في مصر غالبية اللي قاعدين على الكاشير مش اصلا محاسبين. هتلاقيهم بس عندهم خبرة في حتة ان انا اتعامل مع الكاشير، مع ماكينة الكاشير. فهنا الاي اي اللي بيستخدم الاي اي حتى لو هو مش مبرمج وبيعرف بس الكونسبت بتاع البرمجة او اساسيات البرمجة، ده اللي هيقدر يشتغل بعد كده. طب اللي بيكتب كود ومش بيعرف يتواصل مع العميل، هو ده اللي هينتهي، لان الاي اي وفر لك كتابة الكود، ولكن لسه انت قدامك ان انت تشوف العميل، متطلبات العميل، تعمل تيستنج، تشوف المشاكل اللي ممكن تحصل، وممكن تعديل، وممكن ابديتنج، وهكذا.
وهكذا. فمهنة البرمجة قلنا مش هتموت، بس هي هتتغير، وزي اي تغيير في ناس هتنضر وفي ناس هتستفيد. السؤال اللي ما ينفعش يتسأل اصلا، هل الاي اي هياخد شغلي؟ ده ما ينفعش اسأل السؤال ده، ولكن السؤال اللي المفروض انت تسأله دلوقتي، هل انا بتطور ولا لا؟ لو انت واقف في مكانك ومحتار اعمل شيفت ولا افضل زي ماني، ولا انا ولا الغي خالص البرمجة ولا ايه، انا مش عارف، انا محتار. ما تحتارش ولا حاجة، انت دلوقتي في مجالك ومجال كويس جدا وعليه طلب بنسبة كبيرة. اتعلم، خلص تعليمك واشتغل والدنيا زي الفل. السؤال هنا لازم تبدأ ان انت كل يوم تسأل نفسك انا بتطور ولا لا. لو الفيديو ده انت استفدت منه، اشترك في القناة وفعل الجرس وقول لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتخوفك من الاي اي.